بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل. ومعلش هو الموضوع النهارده يعني ايه؟ ملهوش علاقة بالتحاليل ولا بالزمني ولا بجان ولا بالكلام الكبير ده. انا بتجيلي اسئلة بالصلاة على النبي كده، يعني ايه؟ يعني اسئلة ممكن اعتبرها ان هي بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للاساتذة اللي في الجروب، يعني او زمايلي واخواتي سواء من الشركة او من الناس اللي بره، قد يعتبروها غريبة. أنا بالنسبة لي لا، هي مش غريبة. يعني الأساتذة يعني اللي موجودين في الجروب، أنا عارف إن الجروب تلتين وتريدرات قديمة وعملاء قديمة وناس يدرسوا لي أنا شخصيا يعني الحقيقة. فبالنسبة لهم أنا لو وريتهم نموذج من الأسئلة اللي بتجيلي، يعني إيه هم يعني ممكن إيه يجي لهم انهيار عصبي. أنا بالنسبة لي لا، ما بالنسبة لي لا، الموضوع ده أنا متوقعه. ليه؟ لأن هو في الآونة الأخيرة تحديدا في آخر سنتين دخلت فئة موجودة، مش عيب، موجودة مع حضراتكم. هي لا عارفة يعني إيه بورصة، ولا عارفة يعني ايه ما اعرفش تحليل زمني، ولا يعني ايه فيشة، ولا يعني ايه تي بلس 1، ولا يعني ايه تي بلس زيرو، ولا نقفل الزراعية ازاي، ولا يعظم يعني ايه القصة. هم مش ذنبهم، هم ذنب الايه اللي دخلوهم و يعني ما شرحوا لهمش المواضيع دي، وهو بقى ايه يلبس في الحيطة براحته يعني. فهنتكلم النهاردة على 10 حاجات. أنا مش هدخل في الجزئية بتاعت محمود، يعني كتر خير وشيخنا وعلى راسنا من فوق. هو بيتكلم في الراجل في شرح المصطلحات، أنا بتكلم في الحاجات الدارجة، يعني تقدروا تعتبروها حدوتة. هم 10 مسميات كده تقريبا على 10 فويسات بقى يعني، وده ال11 بتاعهم. كل واحد دقيقة، دقيقة ونص يعني، ما عدا واحد شوية يمكن يعصلك معانا شوية، ياخد له 3 4 دقايق يعني. فملخصهم بقى يعني، احنا هنتكلم يعني ايه فيشة، ويعني ايه تسوية، ويعني ايه تي بلس، ويعني ايه تي بلس زيرو، ويعني ايه تي بلس 1، ويعني ايه تي بلس 2، ويعني ايه مروحة، ويعني ايه ميكر، ويعني ايه تحليل فني، ويعني ايه تحليل مالي، ويعني ايه تحليل زمني. كويس. وهقوم بقى اشوف اللي ورايا. ماشي، تمام. فدول كده ايه اول طلعة. طيب، تاني مصطلح يعني ايه تسوية. حضرتك بتسمعها كتير لما تيجي تسحب فلوس، يقول لك لا والله متأسف جدا، لا، بنعتذر لحضرتك، الأسهم لسه ما اتسوتش. أو تيجي تبيع، يقول لك لا لا، أصل لسه الأسهم ما اتسوتش فمش هنقدر نبيع. تيجي تحط اوردر زي ما بقول لك، يقول لك الأسهم ما اتسوتش. تيجي ما اعرفش ايه، يقول لك لا أصل لسه التسوية إن شاء الله بعد بكرة بإذن الله. طب عشان نعرف حقوقنا ونعرف ايه واجباتنا، افهم يعني ايه تسوية بمنتهى البساطة اللي في الدنيا. بما إننا إحنا شركة بايونيرز، فأنا هدخل بايونيرز في المثال. يعني عندنا شركة بايونيرز وعندنا شركة رؤية اللي هي أختنا اللي أنا عضو مجلس إدارة فيها، الشركة الشقيقة. واحد حط فيشة في شركة بايونيرز، فيشة شراء، واستنى. جه واحد عميل من شركة رؤية واداله الفيشة دي، فأصبح هو طرف بياع. يبقى كده أصبحت شركة بايونيرز هي الطرف المشتري، وشركة رؤية هي الطرف البياع. تمام كده، دي ما فيهاش أي مشاكل. طيب، بعد ما بنخلص الجلسة، والعملية دي بتاخد يومين، بتاخد يومين. طالما الأوردر اتنفذ بقى اسمه ترانزاكشن. تمام. ترانزاكشن دي بنرمز لها بحرف تي. طيب يا عم، التي بقى بيحصل فيها ايه؟ بيروح الطرف البياع والطرف المشتري من البورصة، يتحول لحاجة اسمها شركة مصر للمقاصة والتسوية والقيد المركزي، اللي هي في شارع الجمهورية دي وليها فرع في التجمع. كويس، اللي هي بتصرف الكوبونات. الشركة دي بتعمل ايه بقى؟ بتاخد العمليات بتاعة البورصة كلها وتجمعها وتعمل بيها حاجة اسمها تسوية. التسوية دي مرحلتين، المرحلتين بيتموا في نفس الوقت.
كل الكلام ده انا بشرحه طبعا كان بيتعمل يدوي زمان، على انا شفتها يدوي، يعني الجيل بتاعي شافها يدوي، انما حاليا فول كمبيوترايزد يعني. طيب بياخدوا الترانزاكشنز دي اللي تمت في البورصة ما بين طرف بياع اللي هو شركة رؤية وطرف مشتري اللي هو شركة بايونيرز. يا عم يا بتاع الحسابات يا بتاع بايونيرز، نعم، انت عندك ترانزاكشن ب100,000 جنيه شراء لسهم مثلا، سهم مصر الجديد. ايوه بتوع فلان الفلاني، ايوه هم دول، هات فلوسهم. مش انت اشتريت؟ اه انا اشتريت، يبقى انت اللي تدفع الفلوس. طيب يا فندم ما ناخدهم من حساب العميل وندي لحضرتك فلوسهم. ياخدوا ال100,000 جنيه من حساب محمد جاب الله مع عميل اللي في شركة بايونيرز اللي اشترى، ويحطوهم فين؟ في مصر المقاصة. يجي على شركة رؤية، يا أستاذ فلان يا اللي في شركة رؤية، حضرتك بعت. اه بعت ايه؟ بعت لشيرين حسن عملية ب100,000 جنيه مصر الجديدة. تمام، ادي فلوسهم يا سيدي، خدناهم لك من شركة بايونيرز اديناهم لمين؟ شركة رؤية. شركة بايونيرز الطرف المشتري، وشركة رؤية الطرف البياع، يبقى خدوا الفلوس من شركة بايونيرز ادوهم لشركة رؤية. طيب ايه المقابل؟ يا عم مش شيرين حسن دي عندها اسهم في مصر الجديدة؟ اه اللي باعتها، هات لنا الاسهم عشان ننقل ملكيتها من شيرين حسن التابعة لشركة رؤية للأستاذ محمد جاب الله المشتري الجديد حامل السهم الجديد في شركة مين؟ شركة بايونيرز. تمام. البروسيس دي كلها بتاخد يومين عمل. يبقى احنا كده طلعنا ان هي الاوردر بعد ما يتنفذ بقى اسمه، يعني الاوردر لما في البويس اللي قبل كده، الاوردر لما طلع من شركة السمسرة او الامر اللي طلع من شركة السمسرة لما نزل السوق بقى اسمه فيشة. الفيشة دي لما تتنفذ بقى اسمها ترانزاكشن. الترانزاكشن دي بنرمز لها برمز تي. كويس. كل ده دخل على شركة مصر المقاصة، قامت بعمليتين: عملية نقل الفلوس من الشركة المشترية للشركة البياعة، ونقل ملكية الأسهم من الشركة البياعة أو من العميل اللي في الشركة البياعة للعميل اللي في الشركة المشترية. دي اسمها التسوية، بتتم على مرحلتين: مرحلة نقدية ومرحلة ورقية. عشان قريب قوي هتسمعوا ان في خناقة في السوق على مطالبات بفصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية، ولازم تشريع وقصص وافلام يعني. فادي قصة التسوية. يبقى احنا كده عرفنا في الفويس الاولاني يعني ايه فيشة، في الفويس التاني يعني ايه تسوية، ومدة التسوية بتاخد يومين. فلما حضرتك تبيع فلوسك لسه ما جاتش من الشركة المشترية بتاخد يومين عمل. عشان كده بنقول إن هي مدة التسوية الطبيعية بتاخد يومين عمل. فما تروحش حضرتك تتخانق مع شركة السمسرة تقول لهم أصل شركة ما أعرفش مين بتدي. يا سيدي ماشي، ما هي بتدي لك، بس بتدي لك من جيبها. أنت فلوسك اللي أنت بايع بيها لسه ما خدتهاش. لسه التسوية مش الشركة أصل دول حرامية، لا أنا عارفهم بيعملوا شغل على لا. افهم قبل ما إيه، ما تهفلط بالكلام عشان ما حدش يضحك عليك. تمام كده، يبقى احنا عرفنا يعني ايه فيشة ويعني ايه تسوية. طيب جوي ايه يو سنة 2004 تقريبا او 2006، يعني انا مش فاكر بصراحة التاريخ مع اني كنت اول دفعة اخد الكورس ده، بس فعلا يعني ما هو يا 2004 يا 2006 الحقيقة، مش متذكر قوي يعني. يعني خدت كورسات بديني سامحة كمان. كويس. المهم حبوا ينشطوا السوق، تداولات بقى يعني ايه، يوم ما كان ما يتمعظم السوق يعمل له ايه 50 70 مليون. اه مليون مش مليار، 70 مليون. يعني كنا بنقول ايه، لا ده السوق النهارده عمل فوليوم، اوعى وشك يعني. كويس. فحبوا ينشطوا السوق، اخترعنا حاجة، هم يعني اخترعوا لنا حاجة اسمها تي بلس زيرو، وشوية قواعد وقوانين ملعبكة وملخبطة وحاجة يعني ايه أجركم الله.
ايه التي بلس زيرو ده اللي هو اختصرناه احنا دلوقتي في قصة ايه؟ ايوه، اللي هي شيرين ملكة الزيرو، هي لعبتها الزيرو ده، او يعني هي شاطرة قوي في الزيرو ده. عشان كده كنا مسمينها وما زلنا يعني مسمينها ملكة الزيرو. اوكي، ايه الزيرو ده ويعني ايه نقفل الزيروهاية؟ حلو. الزيرو ده يا سادة هو نظام من الأنشطة المتخصصة اخترعتها آه، البورصة ومصر المقاصة سنة 2004 و2006. معناها إن أنت تقدر تشتري النهاردة، وبعد سنتين بالظبط أو يمكن أقل تقدر تبيعهم. فبتقدر تعمل الترانزاكشن دي. يعني إيه؟ أنا هقول لكم على آخر وضع في الوقت الحالي. يعني أنت ممكن تاخد كريدت أو ائتمان من الشركة up to، هو مش شرط، up to 4 مرات أمثال محفظتك. معنى أنت محفظتك ب10,000 تقدر تشتري لغاية 40,000 جنيه بما قيمته 40,000 جنيه. كويس، بشرط إن أنت تبيعهم في ذات الجلسة. تي اللي هي ترانزاكشن اللي احنا عرفناها من الفويس اللي قبل كده، بلس زيرو زيرو يعني مفيش أيام. تمام. فأنت بتدخل تشتريهم، ومن حقك، من حقك ومن حق شركة السمسار إنها ترفض، عشان بس يبقى الأمور واضحة. أنت حقك طبقا للقانون إن أنت تاخد 4 مرات أمثال محفظتك، بس بشرط إن أنت طبعا ما تكونش واخد كريدت أو واخد مارجن. يعني ما نخصم دي من دي تبقاش ناصح يعني. أنت محفظتك مليون، ممكن تدخل تاخد لغاية 4 مليون ترانزاكشن زيرو. لو واخد منهم 2 مليون كريدت أو مارجن بيتخصموا، يبقى أنت من حقك تاخد 2 مليون بس. تمام. ومن حق الشركة إنها ما توافقش، ده فلوسي وأنا اللي متحمل الريسك. فالقانون هنا هي واضح وصريح. أنا ما بلاقي ناس بتتخانق، أنا عايز الزيرو، أنا عايز فلوس الزيرو. لا، مش عايز أديلك، أنا حر. أنا كشركة سمسارة يعني حر. دي فلوسي، حر أديها لك وحر ما أديهالكش يعني. كويس. طيب خلينا أنا بديكوا والله، أنا بحاول إن أنا أقول إيه حقوق حضراتكم فين كعملاء، وحقوق الشركة إيه كشركات. القانون بيقول 4 أمثال المحفظة، إنما من حق الشركة إنها ترفض تمولك. كويس. ولو واخد كريدت أو مارجن كويس بيتخصم الأول قبل ما يكمل الباقي. تمام. الأسهم في الوقت الحالي أصبحت غير مقيدة. بمعنى كان زمان النسبة من عدد الأسهم التداول الحر وما أعرفش إيه وقيمة معينة وبعدين طوروها شوية، بقت اللي تشتريه ممكن تبيع جزء يعني منه على أجزاء. وبقى حاليا خلينا يعني مؤخرا يعني الله يمسيه بالخير أحمد الشيخ كان ليه اليد العليا في الموضوع ده. فبقى اللي تشتريه تقدر تبيعه. اشتريت مليون سهم سي اي بي، تقدر تدخل تبيع مليون سهم سي اي بي براحتك، محدش هيقدر يكلمك طالما بضمن قوانين التي بلس زيرو. يبقى تي هي ترانزاكشن بلس زيرو، زيرو عدد ايام التسوية، فزيرو تقدر تبيعها في نفس الجلسة. تمام كده. يبقى انتوا عرفتوا ايه حقوقكم، ايه التزاماتكم، ايه حقوق شركات السمسرة، يعني ايه تي بلس زيرو اصلا. طب يعني ايه نقفل الزيروهاية؟ الزيروهاية اللي هي الاسهم اللي انت اشتريتها زيرو بمنتهى البساطة. طب تقفلها، تقفل الزيروهاية دي عشان نروح، دي كلمتي انا اللي دايما بقولها، نقفل الزيرو بس عشان نروح. ما انا ببقى واخد 4 امثال المحفظة، فعايز اقفل الزيرو يعني عايز اقفل ارجع للشركة فلوسها بمكسب بقى 1%، ما نص في المية، الزيرو يتقفل خسران أنا ورزقي. كويس. فنقفل الزيرو أو نقفل الزيروهاية اللي احنا بنعملها إن احنا نرجع للشركة فلوسها، يعني نبيع للعميل تاني الأسهم اللي اشتراها على نية إن هو يقفلها زيرو. الفلسفة في الموضوع ما كانتش كده. الفلسفة في الموضوع إن هم اخترعوا تي بلس زيرو إن هم ينشطوا التداول. فانت دلوقتي لو حاطط في دماغك ان انت تكسب 3% مثلا في الترانزاكشن، او اشتريت سهم مصر الجديدة ب10 جنيه عايز تبيعه ب10.30، لقيتها 10.30، ما كنت الأول تستنى تي بلس 2، يعني تستنى يومين عشان تكسب ال3%. دلوقتي التداول أسرع،
فانت اشتريتها ب 11، لقيتها ب 11 ما ترميها، ولا اشتريتها ب 10 لقيتها ب 10 30، ما تديها زيرو، يعني تحول العمليه لزيرو. انما احنا بقينا حاليا لا، احنا بقى عندنا محترفين ان هو يدخل زيرو. عشان كده اول يوم الصبح تلاقي دايما دايما غالبا يعني بيبقى السوق طالع اول الجلسه. ليه؟ لأن الناس كلها داخله زيروهات، واخر الجلسه السوق كله ينزل. ليه؟ كده الزيروهات بتقفل. تمام كده، اعتقد ان كده واضحه. يعني ايه تي بلس 1؟ انا معلش انا طولت بس في الشرح بتاع التسويه والتي بلس 1 اسف والتي بلس 0، عشان يعني اللي جاي بقى احنا هنجري فيهم شويه، دقيقه ولا حاجه يعني. يعني ايه تي بلس 1؟ هي بنفس الاسلوب، هي تي، يعني تي الترانزاكشن بلس 1، يعني انت اشتريت النهارده من حقك ان انت تبيعهم بكره، بس خلاص. يعني ده التي بلس، دي التي بلس 1. كويس، يبقى احنا عرفنا يعني ايه في بس حاجه انا نسيت اقولها في التي بلس 0، عشان برضو تبقى عارفين حقوقكم قبل حقوق شركه السمسره. التي بلس 0 ما دخلش شركه حفظ، فما خدش خدمات من شركه الحفظ، فبالتالي ما فيش في الفواتير خدمات الحفظ المركزي على الترانزاكشن اللي تمت تي بلس 0. اقولها تاني عشان برضو نحافظ على حقوق حضراتكم. لو لقيتوا فاتورة فيها خدمات حفظ في عملية تي بلس 0، ارجعوا للشركة قولوا لهم بعد إذنك بهدوء مفيش خدمات حفظ على العمليات المنفذة تي بلس 0. تمام؟ طيب في التي بلس 1 في خدمات حفظ، ده في خدمات حفظ زائد تمن في الألف زيادة على خدمات مصر المقاصة، لأنها بتدي ائتمان لمدة يوم عشان التسوية. تمام؟ يعني ايه تي بلس 2؟ أنا ماشي بالترتيب اللي أنا قلته في الفويس الأولاني خالص. يعني تي بلس 2 متهيألي ده بقى إيه؟ أنا أسأل حضراتكم يعني إيه تي بلس 2؟ تي ترانزاكشن بلس 2، يعني التسوية بعديها بيومين، اللي هو لما حضرتك تيجي تبيع عايز تسحب فلوس يقول لك لا معلش عدى علينا بعد بكرة. كويس، ليه يا عم في ايه؟ ما انا بايع وخلاص والعمليه تمت. لا، ما حضرتك لما تبيع تروح بقى مصر المقاصه وتتسوى وننقلوا ملكيه الاسهم، والقصه الدوشه اللي ايه جاب الله صدعنا بيها في اول او تاني فويس بالظبط. كويس، دي كده قصه التي بلس 2. معلش انا هخلف بس الترتيب، يعني هنتكلم يعني ايه ميكر، او بعدها هشرح يعني ايه مروحه. ميكر بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، و 80 90% من الميكرات الموجودة في السوق يعني أعرفهم شخصيا، يعني الحمد لله. يعني منهم من يرقى إلى إن إحنا أصحاب يعني، بس ما يعني ما ملناش دعوة بيهم، هم ليهم طريقة شغلهم وإحنا يعني لينا طريقة شغلنا، يعني من فضل الله وحده، الحمد لله رب العالمين يعني. يعني إيه ميكر؟ الميكر ده لئيم، الميكر ده خبيث، الميكر ده يا شوف بقى، أصل الميكر هيرمي. يا سيدي الميكر ده راجل يعلم باب الله، عنده هو شخصية، أو عند مجموعة من أصحابه، أو عند مجموعة من عملائه، أو عند مجموعة من قرايبه حصة كبيرة في الأسهم اللي التداول الحر فيها قليل. أنا هسيب قصة التداول الحر دي المحمود بقى بشرح. كويس، اللي هما بيسموها التداول الحر ده بيسموه الفري فلوت. كويس، الراجل ده مستحوذ على فلان الفلاني، يعني مستحوذ على هو وصحابه، هو وعملائه، هو وقرايبه، على حصة من الأسهم بتاع الشركة دي. تمام؟ طيب لما يكون مستحوذ على حصة من الأسهم بتاعت الشركة دي بطريقة أو بأخرى ما لناش فيه، فبيقدر يتحكم في سعر السهم. ليه؟ لأن التداول الحر قليل، فبيقدر يتحكم في سعر السهم صعودا وهبوطا، لأن هو يمتلك كميات كبيرة من الأسهم. فبالتالي لما حد بيحاول ان هو يدخل على شغله يروح عارض له كمية كبيرة موقفه، لا ده بتاعتي مالكش دعوة، عن طريق فلان وفلان وفلان وفلان، تلاقي ايه مرة واحدة كده هوب
اتعرض مليون سهم ما تفهمش جم منين على 10 فيش، كويس، وقف السهم عن الصعود. او العكس، تلاقي مرة واحدة راح راصص طلبات، مرة واحدة تلاقي اتخلق طلبات في السوق مليون سهم على 10 فيش على 10 تنفار، دول بتوع الميكر، كويس. فالميكر هو الراجل اللي بيتحكم في السهم. طب يقدر يتحكم في سهم زي CIB؟ لا. طب يقدر يتحكم في سهم زي طلعت مصطفى؟ لا. طب يقدر يتحكم في سهم زي هرمز؟ لا. انما هو يقدر يتحكم في الاسهم الصغيرة، كويس، سواء المدرجة في السبعيني او الغير مدرجة في اي من المؤشرات، طالما الفري فلوت بتاعها قليل، بالاتفاق بقى بينه وبين، يعني ما انا مش عايز اروح السجن يعني كويس، يعني اطلع من الجروب على المدرعة، لا، ما لهاش لازمة يعني، كويس. بس هو باتفاق بينه وبين مجلس إدارة الشركة نفسها، أو بصورة أو بأخرى بيقدر يتحكم في سعر السهم بناء على إن هو وأصحابه وعملائه يمتلكوا أكبر حصة في السهم ده. بيقدر يعني بيقدر فعل، بيقدر، بيقدر، ما اخبيش عليكم يعني، مش هكدب يعني. بيقدر يتحكم، بيقدر يتحكم، بيقدر يرسم الشرط، بيقدر يرسم الشرط. احيانا بيتخزوق ويتباع عليه، احيانا كتير قوي بيتخزوق ويتباع عليه، عادي جدا وسهل جدا انه يخسر يعني. يعني وحصلت كتير قوي 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 يعني، مش هو مش حاجة مفزعة، مش إله، ما يعني لا إله إلا الله يعني، كويس. هو راجل زي ما قلت لحضراتكم، ادي كل الفكرة. هو بيرسمها، ممكن يكون بيرسمها، تمام. فادي قصة الميكر. عرفنا ان كلمة ميكر يعني ايه، صانع السوق. المؤسسات احيانا بتقوم بدور الميكر، المؤسسات بتقدر تقوم بدور الميكر لو عندها القدرة المالية ان هي تعمل الموضوع ده في الاسهم الكبيرة. انما يعني حاجة زي CIB عدد اسهمه مليار ونص، طب والسهم ب 80 جنيه، يعني اللي هو ايه ده يعني؟ ده محتاج فلوس مخيفة يعني عشان يقدر يتحكم فيها، كويس. فادي كلمة ميكر، يعني حبيت كده ايه ألقي الضوء عليها، عشان عارف برضو الله بالنسبة للناس الجديدة مش عارفة يعني ايه ميكر، يعني ايه مروحة. لو رحت حضرتك شركة من الشركات الكبرى، يعني اللي هي الشركات الشيك قوي، يعني يقول لك لا اصل دي فيها كروسات. لو دخلت شركة من الشركات يعني ايه اللي بحب الناس اللي فيها بيتكلموا بالبلدي، مش بيتكلموا بالشوكة والسكينة زي حالاتي كده، كويس. الحمد لله يعني باكل في فنادق 7 نجوم، وباكل على عربية فول، مع يعني بتعامل مع طوب الأرض، ما عنديش مشكلة يعني. فدول بيقول لك لا خلي بالك السهم ده أصل فيه مراوح. وزي ما بقول لحضرتك كده، لو رحت شركة جنبينا على طول، الشقة اللي جنبي هتلاقي باشا كده قاعد لابس بدلة وكرافتة، يقول لك لا لا بس خلي بالك السهم ده أصل فيه كروسات. ايه المروحة وايه الكروسات وايه القصة دي؟ العم الميكر اللي احنا شرحنا يعني ايه ميكر في الفويس اللي قبليه، لما بيحب يجري سهم بيبقى عنده مثلا 2 عملاء، محمد وشيرين، هما الاتنين معاهم كمية أسهم كبيرة. يروح داخلة شيرين، يقول لها يا مدام شيرين حضرتك هتاخدي فيشة كبيرة جدا، هو السهم ب 8 جنيه لغاية ال10 جنيه، تمام. ويقول لي يا محمد انت بقى ايه، رص عروضك من ال8 ل10 جنيه، عشان شيرين هتروح داخلة واخدة منين، من 8 ل10. فتلاقي ايه، شيرين راحت داخلة واخدة الفيشة من 8 ل10 جنيه، واخدة من مين؟ واخدة من محمد. ممكن محمد، يعني مش ممكن، هو لازم يكون محمد ده في شركة وشيرين في شركة، عشان الاتنين ترانزاكشن ما يتموش في نفس السوق لنفس السهم، ما ينفعش، هتلاقي وقفت. عشان كده بنلاقي واقفة دايما ايه، واحد طالب ب10، واحد عارض قدام ب10، والاتنين واقفين مهنجين، اللي هو ايه ده؟ ليه؟ لأن هما الاتنين من نفس الشركة، فما ما بيقبلش نظام التداول الجديد، ما بيقبلش إن هو ينفذ إلا لو دخل واحد كسر الترانزاكشن دي فياخد منه، يعني يجي واحد من بره يروح مدي بقى اللي هو إيه،
اللي طالب ب10 فيعني يديله سهم ولا حاجة فيروح قابل الماتشنج. المهم يعني فالمروحة هي المروحة كده. شيرين تروح داخلة واخدة الفيشة من 8 جنيه ل10 جنيه، يكون محمد أهو هيبقى عارض من 8 ل10. طيب وخلص اليوم على كده. تاني يوم يا حاج محمد، نعم، ادخل بقى خد اللي انت ايه بعتهم دول من 10 ل12. ومدام شيرين هي اللي هتكون عرضالك، فتروح داخلة، راح داخل محمد فاقع الفيشة، حاطط الاوردر بتاعه، واخد كل اللي معروض من 10 ل12. شيرين هي اللي بتعرض. اليوم اللي بعديه شيرين تاخد. فاهمين يعني؟ والعملية بتبقى فيها التسلسل ده. بنلاقي حجم التداول كبير جدا، السهم بيجري بقفزات كبيرة جدا، عدد الأسهم كبير جدا. يعني وفي الآخر هو اتنين، أو دي إحدى أنواع التلاعب، أنا ما أقدرش أنكر. يعني دي إحدى حالات التلاعب. كويس. ولا والهيئة ممكن يعني توقف السهم، توقف الأكواد لو حست أو مسكت خيط تلاعبات بالمنظر ده. ففي النهاية هو إيه اللي حصل؟ السهم طلع من 8 جنيه بقى ب 14 جنيه. هل من السوق حد دخل فيه؟ لا. هل في ترانزاكشن حقيقية؟ لا. في الآخر كلهم يعني فلوس محمد وفلوس شيرين، هم بتوع مثلا ايه، اخونا محمود محي. كويس. هو الميكر مثلا. ففي الاخر هي فلوس او الترانزاكشن بتاع فلوس. فانت شايف السهم عمال يطلع وانت تتحسر وتمصمص في شفايفك، واصل طلع وطار وده من 8 ل 14 عمل 50%، يا ريتني كنت معاه يا سيدي. ايوه ايوه، دي مراوح. فدي بتبقى اخر مرحلة من مراحل التجريات في السوق او في السهم. كويس. انا بحكي المواضيع دي عشان اسهم المضاربات اللي حضراتكم يعني مولعين بيها، ممكن واحد يدخل هو ورزقه يدخل في ال8 يبيعهم في ال14. هي لا شطارة منه ولا شطارة من التريدر بتاعه، ولا هو تحليل فني ولا زمني ولا بتنجان. هو ده رزقه. هو دخل من ال8 مع بداية المراوح، هوبا لقاها في ال14، راح طب مسلمه وطالع يجري. كويس. بس في النهاية ده مش صعود حقيقي، ده تلاعبات. كويس. ولما يخلص الموضوع كله، كويس، هتلاقي السوق كله بقى ابتدى يطلب السهم في ال14 والسهم مصفر، يروح داخل محمد وشيرين او من يمتلك منهم الاسهم في الاخر ملبسينهم للسوق او بايعينهم في السوق، وهم واخدينهم اساسا ب4 جنيه. فعملوا ارباح خيالية وانتهى الموضوع على كده. اللي لبس في ال14 ده يعني ايه، مفيش حد يشتري منه، هيستنى بقى لما ربنا يكرمه كده عند ال3 جنيه ولا حاجة، يبقى يلاقي حد يبيعهم. تمام. ادي قصة الميكر والمراوح، ودي احدى حالات التلاعب. يعني ايه ما قبل الاخير؟ ماشي. طيب يعني ايه انا قلت 3 تحليلات. يعني ايه تحليل مالي ويعني ايه تحليل فني؟ دول هنتكلم فيهم دلوقتي، وهخلي الزمني بقى ايه الاخر فويس واصبح عليكم. ايه التحليل المالي وايه التحليل الفني؟ انا الحمد لله من فضل الله وحده يعني دارس الاتنين الحمد لله. طب يعني ايه تحليل مالي ويعني ايه تحليل فني؟ وانا امتى استخدم المالي وليه ما استخدمش المالي واستخدم الفني ولا لا؟ وتلاقي دايما يعني بتوع التحليل المالي بيكرهوا بتوع التحليل الفني، بيقولوا عليهم مشعوذين. وبتوع التحليل الفني بيقول لك على بتوع التحليل المالي ان نظرتهم جامدة ما تتماشاش مع السوق. دول عندهم حق ودول عندهم حق. يعني انا لا انتمي لا لدول ولا لدول. كويس. فدول عندهم حق ودول عندهم حق. التحليل المالي يا سادة باختصار شديد هو بيدرس القوائم المالية للسهم أو للشركة محل الدراسة. عنده طريقتين عشان يدرسهم: إما طريقة أفقية، بيمسك ميزانية عام 2024 ويقول لك أصل الشركة نسب السيولة فيها كذا، ونسب الربحية فيها كذا، ونسبة العائد على رأس المال فيها كذا. طب سبب الكذا ده ايه؟ ان هو في ارتفاع في تكلفة المشتريات نظرا لارتفاع اسعار الدولار. فنتوقع ان هو بحلول العام القادم ان الشركة دي تحقق ارباح اعلى، لان سعر الدولار اللي هم بيشتروا بيه المواد الخام في طريقه للهبوط، وبناء عليه نوصي بشراء هذا السهم. تمام كده. متهيألي يعني ايه ادي التحليل المالي في ابسط صوره.
بس ده التحليل المالي الأفقي. ايه التحليل المالي الرأسي؟ الراجل يعني يقعد يمقع عينه، يجيب 7 8 سنين، احنا في 2024 آخر ميزانية، يرجع لورا كده لغاية بقى ايه 2022 سنتين، نشوف بقى يعني ايه 2018 ولا حاجة، ويجيب الميزانيات ويحطهم جنب بعض، يلاقي أرقام الدائنون بتزيد. هل بيقابلها نشاط أو حصل حاجة في النشاط مثلا زادت؟ بيجيب أرقام المبيعات ويقارن ال7 سنين أو ال3 سنين، حتى القانون بيقول لك 3 سنين، خلينا في 3 سنين كويس عشان الراجل عينه ما يلبسش نضارة، ويراجع معدلات النمو. فبناء عليه لما طلعت معدلات النمو من سنة 2021 ل22 7، وبعدين لقاها من 22 ل23 9، وبعدين من 23 ل24 10، وبعدين يبقى هو بيتخيل، بيقول لو استمروا على معدلات النمو يبقى 2025 المفروض إن يحصل طفرة في الشركة لو حافظت على نفس معدلات النمو، فبالتالي نوصي بشراء هذا السهم أو العكس، نوصي ببيع هذا السهم. لإيه؟ لأن هو عنده مشاكل في الحتة الفلانية بناء على التحليل المالي للسهم الإيه الأفقي. يبقى احنا خدنا يعني ايه تحليل مالي، يعني ايه تحليل مالي أفقي، يعني ايه تحليل مالي رأسي. طب ملناش دعوة ايه بكلام الناس المحللين الفنيين، دول ناس مشعوذة، قاعد طول النهار والليل ما يبص في شارت وبارات وشموع ويقول لك ده هيد اند شولدرز وده انفيرتد وده ماسة وده مع عضة الكلب، ايا كان. طب ايه قصة التحليل الفني للأسهم؟ التحليل الفني للأسهم هو بيدرس سيكولوجية المتعاملين في التوقيت ده، وبيفترض ان التاريخ يعيد نفسه، ففي نفس التاريخ من كل سنة المتعاملين بيبقى شهيتهم مفتوحة للاستثمار، فبالتالي نتخيل إن السنة الجاية في نفس التوقيت السهم ده هيعمل طفرة من 10 جنيه ل22 جنيه، أو إن السهم ده عامل سيكولوجي معينة كونت شكل مقلوب الراس والكتفين، أو سيكولوجي سلبية كونت نموذج الدبل توب اللي انا شارحهم بقى كلهم، يعني ما ماليش فيه، يعني حضراتكم تقدروا ترجعوا للفيديوهات انا مثبتها على الجروب من فوق يعني. فبالتالي هو بيدرس سيكولوجية المتعاملين، سيكولوجية المتعاملين خلال الجلسة حتى الواحدة. الصبح السوق المتعاملين كان عندهم الشهية ان هم يطلعوا بالسهم لغاية اقصى نقطة، فحصل فيه تشبع شرائي، فبالتالي وآخر الجلسة نزل عند أدنى نقطة فعمل ما يعرف بشمعة المربوز حمراء، فدي منتصفها يبقى مقاومة. ليه؟ لأن اللي هيحبوا إن هم يتخلصوا من السهم محققين، يا إما اشترى في آخر أدنى نقطة وصل عند نص فيقول لك لا أنا إيه هخلع من هنا بقى، إيه بارك الله فيما رزق، أو إن هو البياع أصلا هينزل لغاية يقول لك أنا حققت إيه كده الحمد لله رجعت نص خسارتي فهدخل أبيع. ففي بعض السيكولوجيات هي اللي بترسم الشرطات. كويس، دول بتوع التحليل الفني. طيب أنا بقى من أنهي مدرسة؟ لا أنا من المدرسة الوسطية، اللي هو إيه لما بتكلم على سهم ببص عليه أو حتى بسأل حد من زمايلي في إدارة البحوث إن هو نشتغل في الأسهم القوية ماليا دي، يعني خلينا نسميها بشكل آخر أوضح. يعني التحليل المالي يقول لي أشتري في مصر الجديدة ولا في مدينة نصر، التحليل الفني يقول لي أشتري مصر الجديدة عند سعر كام وأبيعه عند سعر كام، ولو حبيت أدخل مدينة نصر أدخله عند سعر كام وأبيعه عند سعر كام. تمام. التحليل المشترك اللي هو يعني بيسموه مجازا التحليل الاستراتيجي، يعني انت بتدخل اسهم الاول تدرسها ماليا،
تمام. وبعد ما تدرسها ماليا تروح مدرسها فني. هيقول لك انت تشتري ايه، تشتري سي اي بي ولا كريدي اجريكول؟ هيروح التحليل المالي يقول لك لا اشتري السي اي بي اقوى. فتشتري السي اي بي، تروح مدخل بقى على الناس بتوع التحليل الفني، اشتري السي اي بي عند كام؟ يقول لك اصل عنده دعم 79.2 وعنده مقاومة معرفش كام. فتبتدي تدور انت هتشتريه فين او عند سعر كام. امتى؟ ده موضوع الفويس التاني بقى اللي انا هنهي بيه ايه اللقاء النهارده، اللي هو التحليل الفني الزمني، اسف. ايه بقى قصة التحليل الزمني؟ هو الاخ جان وعفاريته. هو خلينا نقول حاجة، هو احد افرع التحليل الفني. تمام. مبني على نظرية لواحد اسمه جان. ما تفهمش بقى الراجل ده كان مخاوي مع ماسوني، ما بتفهملوش يعني، ما مش عارفين ايه قصته إيه. كويس. المهم الراجل ده اكتشف بطريقة او باخرى ان في علاقة ما، وهي علاقة حلزونية ما بين الزمن والسعر، بيدوروا حول بعض في متوالية عددية. فابتدى يعني ايه، انا مش هقدر اشرح النظرية ولا حد يقدر يشرح النظرية لان محدش فاهمها بصراحة شديدة والله. مش ما هو مش بهرج، انا بتكلم بجد يعني. هو قاعد يرص كلام كتير كده ايه يصعب على الامثال يفهمه، بس في النهاية بيطلع كلامه صح، ما اعرفش ازاي يعني. فاحنا ممكن لما ندخل في قصة ان احنا نتكلم في التحليل الزمني، مالكش دعوة بالنظرية، خليك في التطبيق. كويس، لو طبقتها بيطلع صح. انما عشان تفهم النظرية لا، انا يعني ايه شعرتين اللي عندي وقعوا اصلا. فمحاولة ان انا افهمها يعني، قعدت 5 سنين ادرس فيها عشان احاول افهم. بس انا بديكوا المبادئ بتاعتها، ان هو دلوقتي في علاقة ما بين الزمن والسعر، والاتنين بيدوروا حوالين بعض في شكل حلزوني، سواء حلزوني صاعد او حلزوني هابط. العلاقة ما بينهم في شكل متوالية عددية، سواء صاعدة او متوالية عددية متناقصة. حلو كده. كل القصة بيقول لك ان في اسطبات زمنية بيحصل فيها تغير في سلوك السهم. جان نفسه ما يعرفش التغير اللي في سلوك السهم ده هيبقى حاجة من كتير يعني، احتمالاتها كتير. إما هابط يتحول لعرضي، أو صاعد يتحول لعرضي، أو عرضي بميل للصعود يتحول لعرضي بميل للهبوط، أو عرضي بميل للهبوط يتحول لعرض بميل للصعود، أو صاعد يتحول لهابط، أو هابط يتحول لصاعد. تمام. دي الاحتمالات. كويس. بقليل من الاجتهاد، او يعني لا بمزيد من الاجتهاد، بنطلع الخطوط الميل اللي ماشي شايلة السهم فوقيها. يبقى الخطوط دي فوقيها يعني، طالما السهم فوقيها ومحترمها يبقى هي بتتعامل كدعوم، تحتيها يبقى هي بتتعامل كمقاومات. عدى يوم الانعكاس ده، عدى يوم الانعكاس الزمني، بنشوف الخطوط اللي بعديه. لو عدى من 10 20 يبقى ركب خط تاني. الخطوط دي بتبقى زوايا بالنسبة لنظرية جين، أقواهم زاوية ال45. كويس. في الأعلى منها اللي أنا بسميه خط الإكسبريس، في الأقل منها بسميه الخط الهادي. في النهاية بوصله لنفس التارجت. التارجت ده بيكون على رأس مثلث، المثلث ده آخره هو ده المستهدف. تمام. يعني ايه بالبلدي كده عشان ما صدعكوش يعني، بترسم شوية مربعات بطريقة ما كده. المربعات دي بتقسمها لبعض الزوايا في الأقطار، بتشوف هو ماشي على أنهي قطر. راس القطر ده هو ده المستهدف. كويس. يبقى عنده نقطة كذا بتبقى مقاومة، نقطة كذا بتبقى دعم. بس ده ببساطة شديدة. البرنامج يعني ما كنت بعملها يدوي، وبعدين في برنامج هنزله لحضراتكم برضه هو اللي بقى بيرسم الخزعبلات دي كلها. الظريف او المخيف او الغريب ان الارقام دي بتشتغل، وبتشتغل يعني احيانا يعني هي بتصيب بنسبة 80%، ودي نسبة كبيرة جدا، نسبة مخيفة جدا يعني.
كويس. الأكثر غرابة والأكثر إخافة إن هو بيجيب لك يعني أحيانا. إحنا لما اتكلمنا على الدعوم والمقاومات فقلنا إن منهم مثلا الموفينج أفريج أو المتوسط المرجح، سواء القصير 14 أو الطويل 50. فأنا بلاقي إن هو في نفس ثانية يعني